قائد الكفاح الشعبي الليبي، لقبوه بشيخ المجاهدين. وقف قصاد جيش من اقوى الجيوش في العالم وكان عامل لهم رعب، بالرغم من اللي عمله فيهم مع انه كان سنه كبير، وبقى رمز للكفاح. وهو اسد الصحراء عمر المختار. لايك وسبسكرايب ويلا نشوف ايه الحكايه. اتولد عمر المختار في 20 اغسطس 1858، واسمه عمر بن مختار بن عمر المنفي الهلالي. اتولد في قبيله منفى الهلاليه في الجبل الاخضر بليبيا. كان متميز جدا جدا في علم الانساب، ومش كده وبس، كان جامد كمان في علم الحيوان، ويقدر يعرف اي مرض عند اي دبه على الارض. بس ده ما كانش السبب الاساسي اللي خلاه اخد لقب اسد الصحراء. اقول لكم انا السبب دلوقتي. عمر المختار وهو صغير كان ذكي جدا، وكان متفوق في اي حاجه بيعملها، واللي لاحظ كده الامام محمد المهدي زعيم الثنائيه، فقرر ان هو ياخده معاه رحلاته بين السودان وليبيا. في سنة 1895 في رحلة من ضمن رحلاتهم كانوا ماشيين في الصحراء وطلع عليهم أسد. فحد من اللي كان موجودين قال احنا نديله جمل ونمشي. بس عمر المختار كان ليه رأي تاني خالص، ووقتها كان عنده 37 سنة، وقال لهم لو الأسد جه علينا احنا هنهجم عليه ونموته ومش هنديله حاجة. وفعلا ما كدبش خبر، وأول ما لقي الأسد جاي عليه هجم عليه هو بسلاحه وموته كمان. ومش بس كده، لا ده سلخ الجلد بتاعه وخده وعلقه على باب الخيمة بتاعته، عشان طبعا اللي رايح واللي جاي يقول ده عمر موت أسد. ومن هنا خد لقب أسد الصحراء. وفي سنة 1911 أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية، وطبعا ليبيا كانت من ضمن الدول العثمانية. وقتها عمر المختار كان شيخ القبيلة، وأول ما عرف إن الطليان دخلوا بني غازي خد 1000 من رجالته وراح عشان ينضموا للجيش العثماني، وفضلوا سنة كاملة يحاربوا فيهم لحد ما طلعوا عينهم. حد هيقول لي طب 1000 واحد هيعملوا ايه مع جيش؟ اقول لك والله دول عملوا وعملوا كتير قوي كمان، وهنشوف قدام. طب كانوا بيجيبوا سلاح منين يا حسن عشان يحاربوهم؟ لسه كنت هقول لك ما تستعجلش. طبعا مصر في الوقت ده كانت محتلة من انجلترا، كانوا بينزلوا على حدود مصر يضربوا مخازن الانجليز هناك وياخدوا سلاح ويهربوا بسرعة. طبعا الكلام ده كان على جمال واحصنه، يعني مفيش طيارات ولا عربيات والكلام ده. فاللي هو انتم متخيلين الصعوبه عشان يجيبوا سلاح بس بيمشوا مسافه قد ايه ولا بيتعبوا قد ايه. لما قامت حرب البلقان سنه 1912 مع الدوله العثمانيه فوق، سحبت معظم جيشها من ليبيا وقالت احنا هنلاحق على مين ولا مين يا خولي بس. ومش بس كده، دول مضوا كمان معاهده صلح مع الطليان. وفجأة عمر المختار بقى لوحده هو والمقاومة. بس عمر المختار قال احنا مش بنتصالح مع حد، واحنا هنحارب مع نفسنا. الدولة العثمانية ولاد الذين حتى مرضيتش تديلهم سلاح عشان ما يزعلوش الطليان. بس عمر المختار كان كل ما الطليان يدخلوا حتة يضربهم ويختفي، لحد ما الطليان اخدوا طرابلس سنة 1923. واللي سيدك عمر المختار يسكت؟ لا، ده بقى بيدعو كل اهل الجبل الاخضر للجهاد. ومش بس كده، ده دخل مع الطليان في حرب عصابات وكفرهم اكتر ما هم كفرانين اصلا. وعشان هو حافظ الصحر حتة حتة، بقى بيطلع هو ومجموعة من رجالته يضربوا معسكرات الطليان ويهربوا بسرعة، زي انت شوجر كده بالظبط. وبالرغم من ان عمر المختار كان في الستينات، الا انه بيطلع كل العمليات مع رجالته. كبير بس نينجا والله. وعلى فكرة ده السبب اللي خلوهم يسموه شيخ المجاهدين. عمر المختار لما عرف ان محمد ادريس السنوسي سافر مصر عشان يتعالج، زي ما سمعتوا كده جه مصر عشان يتعالج، سافر ليه وقتها عمر المختار عشان ياخد منه التعليمات هيعملوا ايه، لانه كان زي القائد بتاعهم كده بالظبط. بس الطليان لما عرفوا بقى ان عمر المختار في مصر، قالوا يعرضوا عليه ان هو يسكت ويفضل عنده في مصر، او يمسكوه حكم ليبيا بس يسكت في كلتا الحالتين. ولما يقعد في مصر كل اخر شهر هيدوله مرتب يعيشه ملك. بس طبعا رفض العروض دي ورجع ليبيا. ولما رجع ليبيا الطليان اتضايقوا ان هو مسمعش كلامهم وان هو كسر كلامهم، فقالوا احنا هنحاربه خلاص على كده. بس على مين؟ ده اسد الصحراء، واتبع معاهم سياسة تنتش وجري برضه. بس في سنة 1927 عمل الطليان مع رؤساء القبائل اتفاقيات، وبسبب الاتفاقيات دي قدروا يستولوا على مناطق عمر المختار كان محافظ عليها. بس الكارثة الأكبر لما اتحالفوا مع رضا السنوسي أخو إدريس السنوسي، وقال له احنا لينا سنين بنجاهد ومفيش أي حاجة حصلت جديدة، واحنا خلاص نخلص على كده. بس عمر المختار كان أسد وفضل واقف ليهم، وبعت مراته وابنه على مصر عشان يفضى للجهاد. بس الطليان قرروا بقى ان هم يخلصوا من عمر المختار، وقالوا كفايه عليه كده. عملوا جيش من الطليان والليبيين وشويه مرتزقه، وعرفوا مكانه من الجواسيس وحوطوه من 3 اماكن. بس طلع كان حافر خنادق تحت الارض لحمايته في اي وقت، وبرضه معرفوش يعملوا معاه حاجه مع انه كان داخل على 70 سنه. اسد والله العظيم بجد. الطليان زهقوا وقالوا ما نجرب نتفاوض معاه تاني، مش هنخسر حاجه.
بعتوا له واحد خلينا نسميه توفيق، قال له قدامك حل من الحلول دي، لا اما تروح الحجاز اللي هي السعوديه وقتها، لا اما تروح لمراتك وابنك مصر. وقتها طبعا رفض عمر المختار وقال له اطلع بره يا توفيق. بس بعدها بكام يوم برضه راح له توفيق وقال له طب خلاص نص الرجاله اللي معاك تسلم سلاحها وهنشتري البندقيه البدائيه دي ب1000 ليره. ما البندقيه البدائيه دي برضه اللي مطلعه عينكم ولا ايه برضه؟ والنص التاني من الرجاله يشتغلوا في الجيش والشرطه بس نوقف لحد كده. قال له اطلع بره يا توفيق. ايطاليا بقى اخر ما زهقت شالوا توفيق وجابوا غراتسياني، ونخلينا نسمي ده فتحي. وفتحي ده بقى سفاح مش بيحب المفاوضات خالص، واخد شيوخ القبائل وحبسهم. ومش بس كده، ده اي حد كان بيساعد المجاهدين كان بيتعدم فورا. قال يعني بيتبع سياسة تضرب المربوط يخاف السايب. وعمل مكافأة 200,000 فرنك للي هيجيب عمر المختار وقتها، وده كان رقم كبير جدا. وعمل كمان سور بين مصر وليبيا كلفه 20 مليون فرنك، وده عشان يمنع الامدادات اللي بتيجي من مصر لعمر المختار. وباللي بيعملوا كل ده طبعا يبين ان عمر المختار كان قاسي عليه شويتين. وفي 11 سبتمبر 1931 راح عمر المختار وابن اخوه ومجموعه من رجالته عشان يزوروا الصحابي رفيع بن ثابت في الدار البيضاء، مع انه ما كانش وقته خالص. شافوا واحد من الجواسيس وارشد عنه على طول للطليان، ما برضه كان وقتها معروض 200,000 فرنك، وده كان مش رقم قليل زي ما قلنا. وفي لحظه لقى عمر المختار اعدائه بيشتبكوا معاه والحصان بتاعه اتصاب، ولسه ابن اخوه بيديله الحصان بتاعه. واحد ليه بقى قاعد ينادي عليه يا سيدي عمر يا سيدي عمر، على اساس ان هو بينبهه بس هو كان بيشتته. وبعد كل السنين دي وقع عمر المختار في ايد الطليان. طبعا ربطوا ايده ورجله بالسلاسل وبعتوه لسجن بنغازي عن طريق البحر، وبعتوا لغريستيانو اللي احنا سميناه فتحي ان هم قبضوا على عمر المختار. وطبعا كان وقتها كان مسافر باريس، ونزل فورا من القطر وقال بقى اسطورة الزمان والعقل المدبر بقى تحت ايدينا خلاص. وفي 14 سبتمبر 1931 وصل غريستيانو بنغازي وقال لازم يتحاكم بكره وطريقة إعدامه تكون قوية جدا. ووقف المختار في المحكمة زي الأسد وجاوب على كل أسئلتهم، وقال لهم أنا اللي حاربتكم، وأي هجوم كان بيحصل كان بيبقى من تخطيطي أنا. من كتر ما كان ثبات انفعاله قوي وكلامه شديد عيط المترجم واللي ترجم مكانه، لأنه طبعا استبعدوا القاضي واحد يهودي من اللي كانوا موجودين في الوقت ده. والمحامي بتاع عمر المختار كان ضابط إيطالي وقال لهم لا ما تعدموهوش، ده كبير في السن، وبعدين ده كان بيدافع عن بلده، وسجنوه الباقي من عمره وخلاص. بس طبعا قرار الاعدام كان متاخد وهيتنفذ. في 16 سبتمبر 1931 جابوا شويه من الاهالي وطلعوا شويه سياسيين تبع عمر المختار من السجن عشان يشوفوا القائد بتاعهم وهو بيتعدم. الساعه 9 الصبح جابوا المختار وهو متسلسل من ايده ورجله في سوق سلوج. واول ما طلع على المشنقه الطيارات بدات تطير فوقيه وبتعمل صوت عالي عشان طبعا لو اتكلم محدش يسمعه. بس المفاجأة ان عمر المختار ما نطقش ولا قال كلمة غير الشهادتين. وطبعا كان في اوامر ان اي حد يحزن عليه ويعيط يتضرب ضربة على طول. والوطن العربي طبعا كله زعل عليه وصلى عليه المصريين والجزائريين والتونسيين. وفي دمشق سموا اشهر شارع هناك على اسمه. ولما اتشنق عمر المختار ابنه كان عنده 10 سنين، وزي ما طبعا قلنا ابنه ومراته كانوا قاعدين في مصر. القذافي عطى لابنه قصر في بنغازي. ولما العلاقات اتحسنت بين ايطاليا وليبيا وط رئيس وزراء ايطاليا عشان يبوس ايد محمد عمر المختار عشان اللي عملوه في ابوه زمان. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. انا معكم حسن الخولي في الحكايه.